تعالوا بقى نعرف مين هم الهكسوس. الهكسوس كانوا جماعات من أصول آسيوية دخلوا مصر لاجئين بهدف العمل وقت ضعفها في الفترة الانتقالية التانية. استقروا في منطقة الشرقية وعاصمتهم كانت أفاريس. يعني حكمهم ما شملش مصر كلها، بالعكس المصريين في الجنوب كانوا بيحاربوهم عشان يطردوهم، وفعلا قدروا يرجعوا الحكم الوطني بعد كده بقيادة أحمس الأول. نيجي بقى للقرآن. القرآن بيقول إن فرعون كانت تجري من تحته الأنهار، وربنا كمان قال فرعون ذي الأوتاد. طب تعالوا نحلل كده. تجري من تحته الأنهار يعني كان حاكم مصر كلها، لأن زمان كان في 7 أفرع للنيل. هل الهكسوس كانوا بيملكوا مصر كلها؟ لأ، كانوا مسيطرين على جزء من الدلتا فقط، فالوصف القرآني ما بينطبقش عليهم.